السلام عليكم متتبعين قناة عالم ام نور، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الظروف. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون على البهله اللي لقات اقبال تبارك الله ما شاء الله كبير، وبزاف ديال البنات اللي طلبوا مني نشارك معاهم المقادير. كنتمنى ان شاء الله يشوفوا هذا الفيديو، غنشاركها معكم ان شاء الله بجميع الاسرار باش ما تجيكمش كتلصق اولا كتفرتت في اليد، كتجي يعني شاده في راسها وفي نفس الوقت كتجي رطبه وهشيشه كتدب في الفم. شوفوا معايا كيفاش كتجي شاده في راسها، يعني ما كتجيناش تتفتت وماشي يعني كتلصق لينا. شوفوا معايا راه كنمسها هنا بصبعاني وشاده في راسها، وفي نفس الوقت راه كتجي مرمله ومقومه. يعني صدقوني البنات الا تبعتوا هذه الطريقه ان شاء الله بهذا القوام اللي غنعطيكم بجميع الاسرار بواحد السر اللي كيخلي البهله تجينا ما كتلصقش نهائيا، ان شاء الله غنشارككم معكم في هذا الفيديو. فقط تبعوا الفيديو ما تفلتوا حتى شي لقطه، لان غنعطيكم السر ان شاء الله فاش غادي نكون كنخدم البهله. نعطيكم ان شاء الله الاضافه اللي كنضيفها للبهله باش كتجينا شاده في راسها وما كتجيناش كتلصق وكتصبر معنا مده طويله. المهم بالنسبه للمقادير، عندي 2 كيسان ديال السكر سنيده، عندي 125 غرام ديال اللوز اللي حمرته في الفران وهرمشته طحنته في الهاشور باش ما كيجيني غير محمر، يعني مطحون غير شويه ما مسحوقش بزاف. وعندي هنا البقايا ديال الصابلي، يعني هذاك الصابلي اللي تيكون عندنا يعني كيتهرس لينا فاش نكونوا كنفينيوه، او يعني كيبقى لينا كيشيط لينا على الفينيسيو، كنجمعو كنطحنو. هذا كان عندي كنضيفو، ما كانش عندي صراحه ما كنضيفوش، ماشي شي حاجه اللي هي مهمه. وعندي 125 غرام ديال الجلجله اللي كنكون حمرته حتى هو مزيان، ونصو كنطحنو ونصو كنخليه صاين. وهنا راني مع اللوز درت واحد المعلقه عامره مزيان، معلقه صغيره عامره مزيان ديال القرفه، وعندي ساشيه ديال الفاني سكر بنكهه الفاني، وعندي 3 الاكياس ديال الخميره، و225 غرام ديال الزبده. راه وليتكم حتى الزبده اللذه هي اللي كنخدم بها، ماشي الاشهار ولا شي حاجه، فقط بغيت نشارك معكم حتى الزبده اللي كنخدم بها، لانني جربتها بانواع اخرين ديال الزبده وصراحه ما عطاتنيش النتيجه بحال اللي كتعطيني اللذه. ما عرفتش يعني كتجيني جربتها صراحه بانواع ديال الزبده وحدين اخرين وما عطاتنيش النتيجه اللي كتعطيها ليا اللذه. ما عرفتش علاش، يعني واش يعني المهم جربوها ان شاء الله وغادي تعرفوا علاش. المهم بالزبده كتجي شاده في راسها، ما كتجيناش رطبه بزاف، وكتجينا شاده في راسها وفي نفس الوقت كتجينا يعني بنينه اللذة عندها مذاق زوين. المهم هنا راني درت 2 كيسان ديال السنيده، ودرت قبصه ديال الملحه، ودرت ساشي ديال الفاني السكر بنكهه الفاني. صافي وغادي نخدمها مزيان هذيك الزبده مع السكر حتى يتخلط ليا السكر مع الزبده، وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش غادي نكملوا. المهم هنا من بعد ما خدمت الزبده مزيان مع السنيده كنكون مغربلاها، يعني ما كنديروش سنيده غليظه. انا السنيده لقيتها غليظه غربلتها، والا كانت عندكم السنيده رقيقه احسن. هنايا راني غادي نضيف 225 غرام ديال الجلجله اللي نصو طحنته ونصو صاين، و225 غرام ديال اللوز. هاد اللوز راني حمرته في الفران، ضروري تحمروه في الفران باش كيجينا محمر مزيان، وكنطحنوه في الهاشور باش ما كيطحنش لينا مزيان، يعني كيجينا غير مهرمش. فاش نكونوا كنعضوا البهله ديالنا كنحسوا بهذيك التقرميشه ديال اللوز مع معلقه ديال القرفه. المهم هادو هما المكونات اللي كنخدم بهم، وما تنساوش تبقاو مع الفيديو ان شاء الله، لانني ما ذكرتش لكم السر الاضافي اللي غادي نضيفوه ان شاء الله على البهله باش غتجينا ما تلصقش وكتجينا قابطه في راسها وكتجينا غزاله. يعني راه هاد البهله هادي راه ما فيها لا خميره فوريه لا حتى شي حاجه، حتى شي اضافه من هذوك الاضافات، لا دقيق محمر لا حتى شي حاجه. بالنسبه لهذاك الصابلي اللي عندي انا، اللي البقايا ديال الصابلي اللي طحنتها، هذاك غير كاضافه، يعني غير بقات عندي واحد الكميه ديال صابلي وطحنتها نصها، درتها تشيز كيك للدراري وغربلت منها واحد الكميه خليتها للبهله. المهم غير توفر عندي حاليا ودرتو، اما راه ماشي ضروري، يعني ماشي ضروري ما كنستعملوش صراحه ديما. يعني ما كان هذاك الكاس كاينين بزاف كيديروا كاس ديال الفورس محمر، انا صراحه ما عمرني ما درتو، وكتجيني ما شاء الله يعني السر في الطياب باش كتجيكم يعني محمره ولون واحد. هنا راني ضفت الفورس عندي هنا عبرت كيلو. هاد القوام هادو كيهزوا معنا، بغيتو تدخلوا كيلو كتزيدوا 4 كاس ديال الزيت، ما بغيتوش تزيدوا داك 4 كاس ديال الزيت يعني كتدخلوا غير كيلو. كيلو كتنقصوا منه نص كاس،
باش هكا كتجينا يعني في القوام ديالها هو هذاك. المهم هنا راني درت 3 الاكياس ديال الخميره مع الفورص. ملي كنضيف الفورص، وهنا غادي نخدم الدليك مزيان. يعني الا كانت عندكم العجانه ديروها في العجانه وخلوها الدلك مزيان. انا ما عنديش العجانه، يعني غادي نخدمها بيدي، وانا كنعرف لها القوام ديالها بيدي. يعني انا كندلك كنبقى غادا كندلك وانا كنزيد الفورص. راه ما حدنا حنا كندلكو فيها وهي كتلق لينا هذاك الليدام ديالها وكترطب لينا العجينه. واخا تبان لكم كتفرتت، يعني كتفتت لكم وراها قطع، كتبان لكم راها ناشفه يعني كتفتت، ما تخافوش منها، غير دلكوها. راه ما حدكم كتدلكوها وهي كتزيد ترطب لينا العجينه وكتزيد تجمع. انا راه مازال غادا نزيد هذيك الكميه اللي بقات ليا ديال الفورس، لانني انا بغيت ندخل الكيلو ديال الدقيق كامل، لانني مخرجاها للعجنه. يعني مخرجه كيلو ديال الفورس ومعطى. داكشي علاش غادي نضيف كيلو ديال الفورس كامل، وغادي نزيد 4 كاس ديال الزيت. يعني غادي نزيد واحد 4 كاس ديال الزيت باش هكا ما تجينيش عاوتاني قاصحه بزاف، باش يعني حتى في التكور تعاوني، يعني فاش نكون كنشكل فيها تعاوني وتعطيني الطوع في الخدمه. المهم انا هنا راني كندلك وحتى غادي نشوف. الا كان الفرص ما كيشربش راه ما غاتحتاجش كاع تزيدوا 4 كاس ديال الزيت. الا كان الدقيق كيشرب هو اللي غادي تحتاجوا تزيدوا هاد 4 كاس ديال الزيت كيف ما لاحظتوا معايا. انا هنا راني زدت لان الفرص عندي شويه كيشرب صافي. ما غنبقى نزيد حتى شي حاجه، حتى غنزيد ان شاء الله السر اللي غادي نعطيكم من بعد باش تجيكم البهله. يعني في نفس الوقت كيجمع لينا البهله، كيخليها تجينا العجينه ديالها رطبه ومجموعه، وفي نفس الوقت كتخلي العجينه ديالنا تجينا يعني البهله ديالنا تجينا شاده في راسها وما كتفتتش وما كتلصقش لينا في اليد. كيف ما كنعرفوا هذا المشكل اللي كيعانيو منه بزاف ديال الناس، ان البهله كتجي يعني كتلصق في اليد اللي فوق ما شديتيها هزيتيها، يعني كتبقى مخليه لك يعني الاثر في اليد. هاد البهله هذه صدقوني البنات كتجي شاده في راسها ما شاء الله، كتجي مصموطه مجموعه شاده في راسها قابطه، ما تتلصق لكم، ما تتفتت دغيا، ما حتى شي حاجه. جربوها ان شاء الله بهاد المقادير هادو وبهاد الطريقه هذه، وكنتمنى تردوا عليا في التعاليق ان شاء الله وتنجح معكم. صدقوني يا البنات راه شاركت معكم بجميع الاسرار، ما خبيت عليكم حتى شي حاجه. انا دائما اي حاجه شاركتها معكم في القناه كنشاركها معكم بكل الحب، وكنبغي نوصل لكم وما نكرهكمش تكونوا معايا، ونكون انا معكم فاش تبغوا تخدموها، نوريكم كيفاش تخدموها بيدي. لان هذا المشكل ديال البهله بزاف ديال البنات كيعانيو منه. يعني راه غير الصوره اللي حطيتها في الفيسبوك كيدخلوا عندي بزاف ديال البنات كيطلبوا مني المقادير. يعني المقادير انا ما عنديش مشكل غنكتب لكم المقادير، ولكن الطريقه هي اللي مهمه. اما البهله راه كتبقى دائما في نفس المقادير ديالها. شوفوا معايا راه بقيت كندلك فيها حتى تجمعات. الا لاحظتوا معايا صافي راه رطابت، يعني تجمعات ما زدت حتى شي حاجه، غير كنبقاو كندلكوا فيها حنا كندلكوا وهي كترطب. ودابا غادي نضيف لكم السر اللي قلت لكم عليه. السر هو 2 معالق ديال الماء الزهر. السر هو 2 معالق ديال الماء الزهر، كنضيفوهم حتى الاخير وكنعاودوا ندلكوها مزيان وندخلوا فيها هذوك 2 معالق ديال الماء الزهر. هاد هما اللي كيخليو البهله ديالنا تجينا شاده في راسها وقابطه في راسها، يعني ما كتفتت ما كتلصق لينا في اليد ما حتى شي حاجه. يعني هذا راه ماشي وما تكتروش، يعني ما تفوتوش 2 معالق ديال الماء، ما تفوتوا حتى شي حاجه على 2 معالق ديال الماء الزهر صافي، وكيعطي حتى النسمه زوينه. المهم كما قلت لكم هذا هو السر اللي قلت لكم عليه. وفي نفس الوقت راه كترطب وكتبدا كتجمع معنا بكل سهوله. شوفوا معايا راه ما شاء الله في الاول كانت العجينه ناشفه وبقينا كندلكوا فيها وكنخدموا فيها حتى تجمعات لينا ورجعت لينا عجينه عاديه بحال الا كنخدموا في دوازاتي، كتجينا رطبه وكتعطينا الطوع في الخدمه. المهم كنتمنى نكون شرحت لكم كل شيء وما بخلت عليكم بحتى شي حاجه. واي تساؤل كان عندكم واي حاجه ما فهمتوهاش مرحبا والف مرحبا، خلوا لي في التعاليق وان شاء الله غادي نجاوبكم على كل شيء. اي تعليق كان عندي راه كنجاوبكم. لا بالنسبه لبزاف البنات كيخلوا لي كيسولوني على الاثمنه، كيسولوني بزاف ديال الحوايج، راه كنجاوبكم. شوفوا معايا كيفاش جات العجينه ما شاء الله، كتجي رطبه ما كتجيناش قاصحه وكتكور معنا بكل سهوله. صافي هنا غادي نشعل الفران وغادي ندوز باش غادي نكورها في مباشره، ما كنخليها تبات ما كنخليها ترتاح ما حتى شي حاجه، مباشره ما كندلكها. صافي كنشعل الفران تيسخن وكنبدا كنكورها اولا كنشكلها كلها كيفاش كيسميها. المهم هنا راه كنعبرها، هنا كندير فيها انا 25 غرام. المهم ما تفوتوش 26 غرام، الا درتو 27 غرام كتجي كبيره بزاف، يعني باش تجينا الشكل ديالها زوين ويعني حلوه في الشوفه. 25 غرام الله يجعل البركه، حتى 26 غرام راها مزيانه. 26 غرام الاغلبيه كندير فيها 26 غرام. المهم وكنضغط عليها شويه بهذاك الكف ديال يدي، كنضغط عليها شويه بهذاك الراس ديال ماشي الراس ديال الصبع ديال، المهم الكف ديال يدي كيف ما كتلاحظوا معايا باش كندير لها هذيك البلاصه. علاش غنحطها فوق الطاوه ديالها؟ لانني غنطيبها في الطاوه ديالها، وراه حتى بلا طاوه راها كتصدق.
يعني راه حاطاها معكم انا في القناه بلا ما نطيبها في الطاوه ديالها. وما شاء الله صدقات، غير هي فاش ما كيكونش الطاوه ديالها يعني من الاحسن طيبها في الفران ديال الزنقه، فران بلدي. اما الا كنتو غطيبوها في الفران ديال الدار من الاحسن ديروا ليها الطاوه ديالها باش تساعدها باش تشقق. المهم هنا راه كنضغط عليها شويه باش كندير بلاصه لهذيك البلاصه ديال الطاوه فين تدخل باش ما تزلقش لينا في الطياب، يعني باش نثبتوا هذيك الحلوه فوق الطاوه، لان لما ثبتناش غير كندخلوها كتبدا كتفرقع باش ما تزلقش لينا البهله فاش تكون تطيب في الفران وخسر لينا يعني كتزلق من بلاصتها وكيخسر لينا الشكل ديالها. صافي الفران كيكون سخون مزيان كندخلوا البهله ديالنا الفران هو سخون، كنقصوا عليها العافيه تكون مهيله حتى تفرقع لينا كامله من الفوق تشقق لينا كامله. صافي وكنهزها الفوق. الطاوه ديال البهله ضروري كنكون نضوب لها يعني دايره لها طاوه عاديه من التحت باش هكا ما كنت باغا نصورها معكم ولكن مع الزربه ما بقاش ليا الوقت، ما كنسى راسي راني كنصور معكم الفيديو كنخدم حتى كنلقى راسي راني خدامت وساليت. المهم هو صورت معكم المقادير كاملين كيف ما هما، هادو هما المقادير اللي خدمت بهم. كما قلت لكم كندوب اللاطه عاد كندخلها للفران كندخلها من التحت حتى كتشقق ليا. صافي وكنهزها من الفوق حتى تكمل الطياب ديالها، غير كنهزها من الفوق كنزيد في الفران شويه وكنبقى كندور اللاطه حتى كتاخذ ليا اللون اللي بغيت. هذا هو اللون ديالها، السر باش تجيكم اللون ديالها موحد والعافيه تكون مهيله. مره تدوروا اللاطه وما يعني ما تزربوش عليها في العافيه باش ما تجيناش جهه بيضاء وجهه حمراء مثلا، او لما عاوتاني ما تديروش. المهم باغا نشرح لكم كل شيء وما عرفتش كيفاش غنوصل لكم. كيف ما قلت لكم ما تجهدوش عليها، ما تدخلوش فران بارد، الفران ضروري يكون سخون مزيان باش هو اللي كيخلي السر الثاني باش تفرقع علينا البهله وتجينا مشقه من الفوق. المهم كنتمنى تكون ان شاء الله استفدتوا من هذا الفيديو، نكون ان شاء الله وصلت لكم كل شيء. فقط كنطلب منكم تشجعوني، كانت هذه هي الطلبيه اللي خرجت فيها كانت عجنه ديال البهله وعجنه ديال الفقاص وعجنه ديال الصابلي في جوج اشكال اللي كانوا خدمتهم من الاختيار ديالي. المهم كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، والطريقه ديال البهله كنتمنى حتى هي تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه، نلقاكم ان شاء الله في فيديوهات مقبله. بالنسبه للثمن ديال البيع كيلو عبار 80 درهم، العجنه 130 درهم، هادو هما الاثمنه باش كنت كنخدم. ودابا راه حاليا تزاد الجلجلان وتزاد اللوز، باقي مازال ما عرفناش شنو غنديروا في الاثمنه، ولكن حاليا هادو هما الاثمنه باش كنخدم.